بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. زي ما وعدتكم يا شباب. النهاردة هنتكلم عن بعض النقاط الهامة لكل مبتدئ في تربية طيور الزبرة فينش. احنا قسمنا على 3 نقط. هنتكلم في 3 نقط، و3 نقط مهمين جدا. النقطة الأولى: أنا واحد عايز أبدأ في تربية طيور الزبرة ومش عارف أبدأ بإيه. فطبعا نصيحتي إنك تبدأ بجوز عادة، جوز نورمال عادة. آه، تقريبا سعره في حدود مثلا حوالي 80 أو 100 جنيه. ممكن تبدأ بحاجة أعلى شوية اللي هو مثلا زي البلاك شيك. الجوز تقريبا حوالي 120 جنيه إلى 150 200 جنيه. يعني خليك في الحاجات البسيطة اللي سعرها حنين، بحيث إن أنت تقدر تبدأ بأكتر من جوز. يعني هتيجي تبدأ لازم تبدأ بحوالي مثلا قول 4 5 جواز عشان تقدر تشتغل كويس، لأن في جوز هيتأخر معاك شوية، في جوز هيشتغل معاك بسرعة، في جوز هتلاقي فيه مشاكل. فلازم ما تبدأش بجوز واحد، يعني طبعا جوز واحد ممكن ربنا يكرمك فيه وتلاقيه يشتغل معاك على طول وممتاز جدا. واحد تاني هيبدأ بجوز واحد هيلاقي طبعا في مشاكل، ممكن أصلا ما يشتغلش معاه إلى آخره. فلازم نبدأ على الأقل ب5 جواز مثلا. ممكن أقل شوية مفيش مشكلة برضو، بس أنا بقول 5 بحيث إن احنا لو جوزين اشتغلوا و3 اتأخروا مفيش مشكلة، 3 اشتغلوا و2 اتأخروا مفيش مشكلة. لو واحد بس اشتغل من ال4 هتحس إن عندك أمل، وهتبقى عندك قابلية إن أنت تشتغل أكتر وتشوف المشاكل فين وتصلحها وتعدل منها. فلازم تبدأ بحاجات بسيطة وبعدين تبدأ تطور. دي بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة التانية هنتكلم فيها: انت خلاص بدأت وفهمت ازاي تتعامل مع الزبرة وعرفت مشاكله وعرفت ازاي تتعامل معاه، من حيث الجو، الحبوب المستخدمة، خلطة الطار اللي بنقدمها إلى آخره. وعايز تبدأ تطور في طيورك، وبتشوف طفرات يعني ملهاش حصر تقريبا، وتركيبات كتير وغريبة وأشكال جميلة وحاجات مختلفة. وزي ما بيقولوا الزبرة بحر كبير. فأنا بنصحك، أو يعني أي حد عايز يبدأ في تركيبات هيبدأ برضه بحاجات بسيطة. حاجات بسيطة زي ممكن تجيب دكر هاف أورانج مع انتاية 3 قم، تمام، أو العكس، الاتنين هيديك نفس الناتج. بس الهدف من احنا واخدين مثلا الدكر هاف والنتاية 3 قم، سعرهم بيكون حنين شوية. سعرهم بيكون حنين شوية. العكس هيكون أغلى، ممكن يكون أغلى شوية. حاجات بسيطة ليه؟ لأن الذكر في السريكم بيبان فيه أكتر الامتداد البطني بتاعه. فلو امتداد بطنه مثلا مقفول لغاية بعد الرجل بشوية كده، فخلاص انت شايف المستوى، يعني شايف امتداد بطنه واصل لغاية فين. فكل انتاجه ان شاء الله هيكون بنفس المستوى، وممكن يكون اقل حاجة بسيطة، تمام. وممكن يكون طبعا مستوى افضل بكتير. لذلك الإناث في السيليكون بيكون سعرها أقل من الذكور، أو في الغالبية العظمى الذكور في الزبرة بيكون أغلى من الإناث. آه، طبعا لو بدأت بجوز زي كده ربنا يكرمك منه إن شاء الله، وتاخد منه حاجة احنا كلنا بنحبها، اللي هو الفول أورنج. الفول أورنج من الطيور اللي على مستوى العالم محبوبة جدا جدا جدا. فانت لو بدأت الجزء ده في تقريبا في حدود 500 600 جنيه الجزء، ممكن اقل من كده ممكن اكتر من كده حسب مستوى وحجم الطير. فبرضه تبدأ بجوز او باتنين او بتلاتة حسب امكانياتك. وتبدأ تتطور بعد كده. ممكن تدخل الباستيل، ممكن تدخل مثلا خط البلاكات. كلها في حاجات كتير اسعارها حنينة. يعني التركيبات في الغالب اسعارها بتكون بسيطة بس بتوصلك لحاجات سعرها مرتفع. يعني الفول اورنج مثلا رينج، يعني نقول اقل حاجة 1000 جنيه الدكر في مصر بالنسبة للأحجام العادية، تمام. فأنا لما أجيب جوز في رينج 500 جنيه ويطلع لي في العيش حتى لو عصفور واحد ب1000 جنيه، فإذا أنا كسبان.
اذا انا كسبان. وفي نفس الوقت طورت من حاجات بسيطة، وكلنا على فكرة كلنا بدأنا كده يعني. مش هقول انا بادئ من فوق، او لا، انا بادئ بسبليتات حاجات بسيطة جدا، والحمد لله رب العالمين طورت من نفسي خلال سنين طويلة يعني، مش سنة او اتنين. النقطة التالتة اللي عايزين نتكلم فيها، دلوقتي انت بدأت وفهمت ازاي يعني ايه زبرة وازاي تتعامل معاها، وطورت، جبت تركيبات واشتغلت على تركيبات، وفهمت يعني ايه تركيبات، وفهمت يعني ايه صفات وراثية، والصفات المتنحية والمرتبطة بالجنس والسائدة، وعرفت ازاي هتركب ايه الطير اللي هتركبه هنا على انتايه هتركبها مثلا كده، ايه الناتج اللي هيطلع منهم. يعني انت جبت ذكر هاف اورنج مع نتاية هاف، فالعصفور فيه طفرتين متنحيتين، الذكر والنتاية، فكل الانتاج هيكون نفس الناتج، ملهوش تالت. تمام. لو هركب ذكر سيليكون على انتاية هاف، فهيبقى اذا انا بشتغل على تركيبة الفول اورنج، هاخد فول اورنج واخد هاف وهاخد سيليكون وهاخد بلاك بريست سبليت اورنج. دي الاربع احتمالات من خلال تركيبة السيليكون مع الهاف. تمام. فانا خلاص بدأت وطورت وبقى عندي تركيبات كويسة، لكن انا عندي مشكلة كبيرة بتقابلني وبتقابل ناس كتير، اللي هي التسويق. وانا طبعا زي ما انتم شايفين انا بصور، ده الاستوديو التصوير بتاعي، او ده يعني واحد منهم، انا عندي كذا واحد، وكلهم حاجات بسيطة وفكرته بسيطة جدا جدا جدا. مش هتكلفك حاجة، التكلفة حاجة بسيطة، ممكن قفص أقل من ده، ممكن قفص أكبر زي ما تحب. عفوا. هتبدأ، عايز تسوق طيورك. أنا بالنسبة لتسويق الطيور، أنا طبعا من الناس اللي ما بحبش أنزل أقف في السوق وأبيع في السوق والكلام ده. مش شايف الموضوع مش لذيذ. كنا بنعمل كده، كنا بنقعد مثلا نقعد على كافيه بتاع مش عارف ايه الكلام ده. ده كان الأول. بعد كده طبعا قعدنا في فترة في حديقة السيدة عائشة، وكان مكان راقي والناس كلها نزلت، والمكان كان كويس جدا. برضو الدنيا باظت فيه شوية ولغوا الموضوع الجنة خالص. دلوقتي الموضوع بقى رخم شوية ومش مش لذيذ. فطبعا من فترة كبيرة وأنا بستخدم الإنترنت كوسيلة للتسويق. كوسيلة للتسويق. إزاي؟ طبعا أنا عندي طيور عايز أبيعها. طب هبيعها إزاي؟ كل الموضوع، أنا عندي استوديو زي ده، هو قفص عادي جدا، قفص من 4 أجناب عادية بالشكل ده. أنا بعمل له خلفية، بعمل له خلفية من الأبلكاش، أي نوع خشب. تمام. بقطعها وأدخلها، بفتح طبعا القفص من فوق أو من تحت حسب ما أنت تقدر تفتح القفص بتاعك. تمام. ده قفص فك وتركيب. ببدأ أحط الخلفية بتاعتي، وأبدأ أجيب غصن من الشجر، غصن من الشجر، وأبدأ أركبه بالشكل ده. تمام. طبعا الأشكال كتير، أنت بقى أنت وذوقك واختيارك. تمام. أنا ركبته بركبه مسمار من الخلف بالمنظر ده، حاجة بسيطة جدا، ويعني الخشب كتير يعني وحاجة بسيطة جدا مش هتكلفك حاجة. وطبعا بجيب أي دهان عندي مثلا زيادة، أو بشتري دهان حاجة بسيطة برضو مش هتكلفك كتير. يعني هو الرينج كله، جزء الأبلكاش ده وبدهانه وكلام مش هيكلفك 50 جنيه، مش هيكلفك المبلغ ده. والقفص انت عندك اكيد اقفاص ممكن متوفرة، ممكن قفص 40 في 50 ده او اقل، هيشتغل معاك كويس. ببدأ اصور العصفور بتاعي في قفص الشو مثلا، او في القفص اللي انا عامله الاستوديو. تمام. ببدأ اعمل زوم. يعني كده مثلا بصور طير، طبعا انا بستخدم كاميرا، ويكون افضل انت لو معاك كاميرا كويسة بجودة كويسة. والكاميرا اللي معايا هي كاميرا بسيطة جدا، انا كنت اجيبها من حوالي مثلا 8 سنين او 7 سنين، بستخدمها لغاية النهاردة. الحمد لله محافظ عليها كويس، وهي شغالة معايا كويس جدا، صورتها مناسبة. كنت جايبها وقتها بحوالي مثلا حوالي 900 جنيه على ما أتذكر. النهاردة ممكن تكون تكلفتها تكون أقل، لأن طبعا في ماركات كتير عالية عنها.
حاجة بسيطة هتبقى في رينج مثلا حوالي 400 جنيه دلوقتي أو أقل، ممكن تكون أقل الله أعلم، معرفش مش متابع. بس هتفيدك كتير وهتاخد صورة نقية أفضل من الموبايل. لكن ممكن برضو من خلال الموبايل لو أنت الكاميرا بتاعتك كويسة تقدر تصور طيورك بشكل كويس. تمام. بعد ما أبدأ أصور الطيور، في ناس طبعا بتقول لي أنا أنت إزاي بتصور العصفور؟ العصفور بيقعد بيتجنن يخش جوه القفص، بيتجنن، مبعرفش أصوره. في عصفور أول ما بتدخله القفص بيطلع يقف على الغصن مباشرة، هو مطمئن أو العصفور داخل مرتاح. في عصفور تاني بيكون عنده رهبة شوية، بيكون خلي بالك هو بيكون شايف المجسم ده كويس جدا وممكن يقف، بس هو رهبه خايف منه، خايف منه. فلازم تدخل معاه عصفور تاني يكون بيدخل يقف على المجسم على طول. يعني انت يكون عندك عصفور انت عارف لو بيخش يتصور بيخش يقف في مكانه على طول، ما بيخافش من الغصن اللي قدامه. كويس. هتلاقي بالتالي لما ده يطلع يقف، ومجرد ما تحرك العصفور التاني من على الأرضية هتلاقيه بدأ لوحده، تلاقيه وقف جنب التاني وتبقى كده تصوره ايه عادي. خلاص هو مجرد بس هو واقف مرة، خلاص الموضوع بالنسبة له ايه انتهى، وشاف ان ده حاجة ما مش هتأذيه. يعني هو خايف من طبعا من الشكل بالنسبة للوقفات اللي في الإقفاص، فبيكون خايف إنه يقف على الغصن. مجرد إن هو وقف من أول مرة خلاص الموضوع أنت صوره بعد كده براحتك. تمام. بعد ما بصور أنا باخد الصورة بتاعتي بدخلها على أي برنامج إيديت، وبضيف اللوجو بتاعي أو الاسم بتاعي زي ما بضيف دايما. طبعا ممكن بقى تعمل اي لوجو انت عايزه براحتك، دي حاجة ترجع لكل واحد. يعني انا بفضل الاسم بس، وبفضل ابعده كمان عن صورة العصفور عشان ما بوظ مظهر العصفور. تمام. بعد كده طبعا بعرض الطيور على صفحتي الشخصية او على اي جروب من جروبات الزبرة في مصر او خارج مصر، وبكتب رقم التواصل وبكتب التصنيف الصحيح للعصفور بشكل كامل. طبعا في ناس كتير بتكتب تصنيفات خاطئة 100%. طبعا دي قلة خبرة رقم واحد. ثانيا في ناس عندها حتة من التكبر شوية، ودي أنا مبحبهاش. يعني مش عايز تسأل أو مش عايز تبين اللي هي أقل من حد. لأ، هو الموضوع مش كده، الموضوع بسيط جدا يا جماعة. اسأل. اسأل. يعني ما اتولدناش متعلمين، احنا اتعلمنا من خلال ناس سبقونا، من خلال ناس سبقونا. اتعلمنا منهم ازاي نصنف، عرفنا منهم الصفات الوراثية، عرفنا منهم حاجات كتير جدا، ولغاية النهاردة احنا لسه بنتعلم من الناس دي. تمام. فمش عيب ان احنا نتعلم، ومش عيب ان احنا نغلط ونتعلم من غلطنا. يعني انا مجرد ان انا خلاص غلطت، عرفت انا إيه الغلط اللي عندي، ابدا اعدله، ابدا ابحث، ابدا اعرف انا ايه اللي اخطأت فيه. طب ليه انا صنفت العصفور بالشكل ده وتصنيفه لا، ده في حد بيقول لي ده تصنيف غلط، ما انا طب عرفني السبب. تمام. يعني احنا بنيجي نتكلم مثلا في الدين بنقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. طب واحد بيقول لي طب فين الدليل؟ هات لي الدليل من الكتاب او من السنة. تمام. فمثلا لو انا عندي الدليل من السنة بجيب له الدليل فيه الصحيح مثلا، واقول له كذا كذا كذا، خلاص الراجل اقتنع بالكلام. تمام. هو نفس الكلام بالظبط. انا بقول لك الدليل، فانا مثلا سبليت اورنج بريست مثلا، ففي علامه في الصدر اورنج، ده سبليت اورنج ليه؟ عشان في علامه في الصدر اورنج، او في كام ريشه في الصدر باللون الاورنج، فكده خلاص ده سبليت. كويس. فكلنا بنفيد بعض وبنساعد بعض، ومفيش تعالي، وما ينفعش يبقى في تكبر في الموضوع خالص يا جماعه. وبس يا ريت يعني نتقبل بعضنا في موضوع التصنيفات ده شوية. لأن أنا من فترة كبيرة أنا بطلت أصنف طيور على العام، خاصة لو طيور للبيع، لأن لقيت الموضوع بيزعل ناس كتير جدا. الناس بتفتكر إن إحنا نخش مثلا نبوظ البيعة أو الكلام ده، والله وربنا اللي يعلم ما في الكلام ده خالص. طبعا الموضوع ده بعيد تماما. المهم نرجع لموضوعنا. بعد ما أصور طير هبدأ أعرضه على الفيس،
طبعا الصورة باسمي، العصفور من إنتاجي أو مش من إنتاجي، ممكن يكون إنتاج وارد الخارج أو إنتاج حد تاني، مفيش مشكلة. وببدأ أكتب تصنيف وأكتب رقم التليفون أو التواصل بالنسبة لي الأريح لي، ممكن رقم التليفون ورسائل الخاصة أحسن من العام. أنا مبحبش أكتب كتير على العام، يعني أسعار والكلام ده لأسباب كتير، واللي عايز يعرف السبب اللي المرة المليون يتكلم معايا الخاص وأقدر أقول له أسبابي في موضوع إن أنا واحد من الناس اللي مبحبش أكتب أسعاري على العام. بس فطبعا لو في حد مثلا من محافظة تانية حابب يشتري مني عصفور وأنا في القاهرة وهو مثلا في اسكندرية، فأنا بشحن له العصفور من خلال موقف الميكروباص مثلا، وليكن مثلا من رمسيس. في طبعا من هناك ميكروباصات كتير اسكندرية، فبروح للميكروباص. دي أمانة هتوصل لموقف اسكندرية. طب مين هيستلمها؟ هيستلمها فلان الفلاني منك، وهيتصل بيك يتفق معاك. طبعا هيكون مظبط حالي أو مظبط أموري مع اللي هيستلم من الطير طبعا. وفي قبل ما ابعت الطير بيكون هو حول لي قيمة العصفور بشكل كامل من خلال البريد أو من خلال فودافون كاش إلى آخره. تمام. خلاص، هو شحنت الطير وخدت رقم السواق اللي معاه الطيور، وبقول له ازاي يتعامل معاها. طبعا ما بنحطش ميه خالص مع الطيور، خاصة يعني لأن المية مجرد العربية مثلا مطب أو حاجة ممكن المية تدلق تبهدل الطيور، فاحنا بنحط مثلا عودين دخن مثلا مع القفص وخلاص، أو شوية حبوب بسيطة يعني. طبعا الأخ اللي هيستلم الطير من اسكندرية اللي هو المشتري بيتصل بالساق أول ما بيتحرك. هتقابل فين؟ هتقابل في المكان الفلاني في الموقف مثلا، فبيروح للموقف. طب انت قدامك قد ايه؟ قدامي مثلا ساعتين واكون هناك. خلال الساعتين هو بيتواصل معاه، او سواء اول ما بيقرب من الموقف بيتصل بيه يقول له انا قدامي 10 دقايق واكون في الموقف مثلا. بيكون التاني اتحرك وراح خد منه الطير وحاسبه على قيمة الشحن. قيمة الشحن اللي هو في الغالب بيكون فرض. يعني مثلا لو الاسكندرية الفرد بيروح ب50 جنيه، فهو بيدفع ال50 جنيه. فرضا بيروح ب20 جنيه، بيدفع 20 جنيه حسب المنطقة أو المحافظة اللي هو رايحها، اللي هي أجرة فرد. يعني بنقول عليها أجرة فرد. تمام. ففي ناس بتقولك مثلا طب أنا ليه أدفع؟ طب ليه مش ما بتضيفش انتوا القيمة على قيمة الطير؟ يعني مثلا أنا لو العصفور ب1000 جنيه، طب ليه ما تقولش 1050؟ يبعتلك 1050 وتتحاسب السواق. لا، أنا مبحسبش السواق لسبب. السبب الأول إن السواق ممكن مش عارف اقولها لكم ازاي، ممكن يتمايع يعني ممكن يتدلع شوية على صاحب الطير. هو المهم عنده اللي هو يستلم ال50 جنيه. فهو لو استلم ال50 جنيه فممكن لا يقول له بقى تعالى لي انت مش عارف فين، تعالى لي انا مش موجود في الموقف، انا رحت اتحركت، يدوخوا وراه. لكن لو ما ادلوش حاجة هيضطر، هو عايز ال50 جنيه. هو المهم ما يعرفش العصفور ده قيمته ايه اصلا. ويفضل يا جماعة محدش يعرف حد من السواقين العصفور ده قيمته ايه. يعني العصفور ده لو ب10 آلاف جنيه، هتروح تقول للسواق العصفور ده، بيسألك مثلا العصفور ده بكام، تقول له ب10 آلاف جنيه، يبقى انت اللي بتضيع حقك بنفسك. انت اللي بتضيع حقك بنفسك. طبيعي ان ممكن السواق ده يطمع في العصفور. لو هيبيعه ب5000 جنيه عادي في محل من المحلات او في السوق، هو كسبان طبعا. مش هياخد 50 جنيه ويسيب 5000 جنيه. وطبعا كل واحد بضميره وامانته. فالمهم المشتري بيستلم الطير من الموقف وبيحاسب السواق على قيمة الشحن، وبكده الموضوع انتهى. انت عرضت الطير وتواصلت، والمبلغ اتحول لك قبل شحن الطير مثلا بيوم او باتنين، وشحنت الطير واستلم الطير وكل حاجة تمام وكل حاجة سليمة والدنيا ماشية تمام. طبعا ممكن تعمل ده في أي محافظة، يعني من الإسكندرية للقاهرة، من القاهرة لإسكندرية، من القاهرة لبورسعيد، لدمياط، لأي محافظة أنت عايزها. هتلاقي من عندك الموقف طريق ليها إن شاء الله. فعشان ما تعقدوش الدنيا على نفسكم، وأهم حاجة التصوير يكون واضح. مواصفات الطير أو تصنيف الطير يكون
واضحة. لو في حاجة، في مشكلة في العصفور مثلا، يعني في ضفر مش موجود، في صابع مش موجود، في ريش بايظ، في اي حاجة من الحاجات دي، ابلغ بيها عفوا، ابلغ بيها المشتري عشان يكون في امانة شوية في التعامل، امانة في التعامل. لان انا ممكن، لو انا ممكن ابيع لك بيعة النهاردة، هبيع لك البيعة دي وانا من الاخر بضحك عليك. فاذا انت لما تعرف ان انا ضحكت عليك، هتعرف مثلا انا قلت لك العصفور جميل مية مية وزي الفل، وتروح تلاقي العصفور فيه 3 صوابع رايحين مش موجودين اصلا. فاذا انت هتقول لي انت ما قلتليش ليه، اقول لك انا ما خدتش بالي. طب ايه مثلا، خلاص بقى وبتاع ومش عارف ايه والموضوع انتهى. فطبيعي انت مش هتعمل معايا تاني. لكن لازم يكون في امانه. انا لو في عصفور فيه صابع طاير هقول لك فيه صابع طاير، تمام. لازم اقول يا جماعه على الحاجات دي، في ريشه بايظ العصفور، بس في ريشه كذا كذا كذا. الامانه، الامانه عشان تقدر تحافظ على اسمك وتحافظ على نفسك. ممكن يحصل حاجات بسيطة، ممكن متكونش مقصودة. يعني حصل معايا موقف مثلا من حوالي 3 سنين تقريبا مع حد، بدون ذكر أسماء. حاجة غير مقصودة بسبب عصفور سبليت الطفرة. هو أصلا الأب سبليت للطفرة، يعني الأب كان سبليت فون. والعصفور المفروض اللي هو اللي طالع ده هو سبليت لايت باك 100%، والأب كان سبليت فون. فنسبة إن الابن ده يكون سبليت فون يعني حاجة صعبة شوية، يعني مش مستحيلة، لكن مش هتذكر يعني. لأن هو أصلا الأب سبليت فون، فعشان يجيب الابن سبليت فون هتبقى النسبة بسيطة. فأنت لما هتيجي تبيع العصفور، طب مش هيجي في دماغك تقول سبليت ايه، ممكن يكون سبليت فون، مش هيجي. بس بعد كده طبعا بعد الموقف ده خلاني أدقق في الموضوع ده قوي، وبقيت أقول ايه من المحتمل إن يكون سبليت كذا، عشان لما يطلع عند المشتري حاجة يبقى عارف انه، او في حاجة مسبقة احنا قلناها ان العصفور ده مثلا كان سبليت فون مثلا، او الجد كان سبليت كذا، عشان ما يتفاجئش في العش مثلا لا عصفور كده ما يتفاجئش ويقول لك انت ضحكت عليا انا واخده كذا، وطلع كذا. نبعد عن ايه الشبهات. تمام. اعتقد كده احنا عرفنا نبدأ ازاي، وعرفنا نطور ازاي، وعرفنا ازاي نسوق الطيور بشكل سليم. العصفور طبعا هتشحنه، العصفور هتنزل تقابل حد في السوق، بدل ما هتنزل تقعد ساعتين تلاتة أربعة خمسة في السوق عشان بس تعرف تبيع عصفور ليك. لا، انت من خلال الانترنت، من خلال الفيسبوك، من خلال منتدى، من خلال جروب، من خلال أي وسيلة يعني، عرضت العصفور بتاعك بشكل جميل وصورة واضحة، معالمة واضحة، قلت تصنيفه بشكل كامل. وفرت على نفسك كتير، وفرت على نفسك انك تنزل تقف في السوق، وفرت على نفسك ممكن مصاريف كتير. الأخوة اللي في اسكندرية أو في دمياط أو في بورسعيد أو في أي بلد تانية، هو وفر على نفسه كتير غيرك انت. هو وفر على نفسه كتير ان هو لو هينزل ياخد منك العصفور هنا من القاهرة، انا واحد من اسكندرية هياخد مني عصفور من القاهرة، هياخد العصفور ده ب1000 جنيه. لما انا اشحنه له هو هيدفع قيمة الشحن فقط. يعني هو دفع ال1000 اللي هو حولها لك، ودفع قيمة الشحن اللي هي 50 جنيه. لكن هو لو هينزل القاهرة عشان ياخد منك العصفور ده، فهو هيصرف 50 جنيه رايح نازل القاهرة يعني، و50 جنيه راجع، ادي 100 جنيه. ومش هنقول اقل من، مش هيبقى اقل من 50 جنيه كمان تقريبا يعني. مصاريف، مصاريف كده ايه، حاجات بسيطة طبعا. انا نازل بقى يعني اقضي يومه، ده اقل حاجة 50 جنيه، يعني 150 جنيه. يعني انت وفرت على نفسك المشوار والوقت والمجهود. ولو وراك مصلحة طبعا برضو، كل ده انت معطاش نفسك في سبيل انك دفعت 50 جنيه اللي هي قيمة الشحن. وأكررها تاني، محدش يا جماعة يعرف السواق قيمة العصفور اللي بتشحنوه أيا كان نوع العصفور، زبرة أو غيره. محدش يعرف قيمة العصفور للسواق. تاني حاجة طبعا احنا بناخد أو آخر حاجة احنا بناخد سكرين شوت، أو بناخد صورة، سوري، بناخد صورة لرقم لوحة العربية. ده مهم جدا، رقم لوحة العربية
وطبعا معانا رقم السواق، وعارفين الموقف اللي هو خد منه الطير فين، بحيث لو حصل اي تلاعب لا قدر الله، وده ما بيحصلش يعني. الحمد لله رب العالمين ما حصلش معايا ولا مره لغايه النهارده، مع ان انا شحنت عصافير لمحافظات كتير، وعصافير بارقام كبيره يعني. والحمد لله ما حصلش معايا الموقف ده خالص قبل كده. بس احنا للامان بناخد رقم العربيه، وطبعا اسم السواق، ورقم الموبايل بتاعه. لا قدر الله حصل اي حاجه، تقدر انت ممكن تقدم محضر، او طبعا حبايبنا كتير برضو في الداخليه ويخدموا ان شاء الله في اي حاجه زي كده. وان شاء الله ربنا يبعدنا طبعا ويبعد الجميع عن اي حاجه زي كده يعني. فاهم حاجه، ما نعرفش السواق قيمه الطير ابدا ابدا. لو هو الطير ب1000 جنيه قول له الطير ده ب50 جنيه، اللي هو قيمه الشحن اللي هو يعني هيشحنها. تمام، ودول رايحين هديه وخلاص الموضوع على كده. لكن ما تقولش القيمة أبدا أبدا أبدا، عشان ما يطمعش فيه وتدخل نفسك في متاهات احنا في غنى عنها يعني. بس واتمنى يا رب. وانا اسف طبعا ان انا اتأخرت عليكم في الفيديو. وده كان غصب عني، فعلا كنت تعبان جدا يعني. تعب ما جاليش من وانا في ابتدائي تقريبا يعني. التعب كان شديد شوية، والحمد لله رب العالمين يعني، ربنا عافانا. وأخيرا بتمنى لكل حبايبنا من مربينا الزبرة فينش التوفيق يا رب للجميع. وربنا يكرمكم إن شاء الله، وتنتجوا أكبات مميزة إن شاء الله، ونشوفكم على خير دايما. وبعتذر مرة تانية على التأخير في الفيديو. لي ناس كتير طبعا بعتت لي لحد النهاردة ناس بتبعت لي فين الفيديو، وانا برضو والله بجد انا ما كانش في وقت، وما كنتش قادر ان انا اسجل الفيديو ده. انا عارف ان هو ياخد وقت مني شوية عشان أوضح لكم الأسباب كلها. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوناش في الدعاء، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.